السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بما ان احنا في موسم القرنبيط، النهارده هنعمل القرنبيط المقرمش من غير ما يشرب معاكي ولا نقطة زيت. وكمان مش هنعمله ببيض كتير، لا هنعمله ببيضايه واحدة، والنتيجة تحفة جدا. شايفين شكله ازاي؟ شكله زي العسل كده ويفتح النفس، شايفين؟ وكمان مش هيشرب معاكي زيت، وهيبقى مقرمش وطعمه خطير جدا. شايفين شكله؟ مش شارب ولا نقطة زيت. يلا بقى، لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، لايك وشير الفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه، وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا القرنبيط اللي زي العسل ده ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده عندي قرنبيطايه او زهره قرنبيط كده، الحجم زي ما انت عايزه. تمام، هبتدي ان انا اقطع القرنبيط بتاعي على الحجم اللي انت عايزاه. انت عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه متوسط، زي حالاتي كده ان انا هعمله ايه، متوسط. تمام، التقطيعه دي على حسب ما انت عايزه، ما يكونش كبير كمان قوي معاكي، بيبقى شكله مش لطيف. تمام، هقطع القرنبيطايه بتاعتي كلها كده. احاول ان انا ايه، يعني في يعني قطعه من القرنبيط هتلاقيها ايه، مقطعه لوحدها، او الزهره بتاعتها مقطعه لوحدها. اللي هلاقيها كبيره هاجي اسمها ايه، من النص. تمام، خلاص انا خلصت تقطيع القرنبيط بتاعي. بعد كده هبتدي ان انا اغسل القرنبيط، اغسله بقى غسله محترمه. تمام، حطيته اهو في بوله كده وفتحت عليه الحنفيه، وهخليه ايه لحد ما البوله تتعبى ميه، وابتدي اغسل فيه غسله مظبوطه. بحب ان انا اغسل القرنبيط بعد ما اقطعه. هنا عندي حله بقى فيها ميه بتغلي، بعد كده هنزل عليها بملح. انا هبتدي ان انا املح الميه دي عشان اما اسلق فيها القرنبيط يبقى طعمه حلو. تمام، نزلت بالملح كده، وهنزل كمان برشه بسيطه من الكمون، رشه بسيطه كده من الكمون، وهبتدي ايه، اسلق القرنبيط بتاعي. خلاص كده زي الفل، وهبتدي انزل بالقرنبيط اللي انا غسلته كويس جدا. بسم الله كده، وننزل بالقرنبيط في الميه اللي بتغلي، اللي عليها ملح وعليها رشه من الكمون. خلاص كده زي الفل. مش بياخد وقت في السلقان، لان احنا عارفين ان القرنبيط بيسلق حوالي يعني 3/4 سلقه كده، وبعد كده بيكمل السوا بتاعه في الزيت لما يتقلي. تمام كده زي الفل، وهبتدي ارفع القرنبيط من الميه. خلاص كده زي الفل. نخلص بقى كميه القرنبيط كلها بنفس الطريقه. نيجي هنا بقى نعمل الخلطة بتاعت القرنبيط. أول حاجة أنا بحب أعمل خلطة القرنبيط في الهون، ما بحبش أعملها في الكبة خالص، لأنها الكبة بتضربهاني ضربة ناعمة. أنا مش عايزة خالص إن هي إيه، الكزبرة الخضراء أو التوم اللي أنا هحطه يبقى ناعم زيادة عن اللزوم. أول حاجة كده نزلت إيه بمعلقة من التوم، وهنزل عليهم إيه بالكزبرة الخضراء. تمام، وهبتدي إن أنا إيه بالهون كده أنا أقلبهم مع بعض قبل ما أنزل إيه بالتوابل بتاعتي اللي أنا هتبل بيها الخلطة بتاعت القرنبيط. اهم حاجه نفرش كده فوطه تحت الرخامه، بس عشان ايه نحافظ على الرخامه. هنزل كده معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من ايه الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكزبره الناشفه. نقلب بقى وندق الكلام الجميل ده، وكانت الريحه تحفه بجد. الهون صراحه احسن من الكبه 100 مره. تمام، خلاص كده زي الفل. الخلطه بتاعتي هنا شايفين شكلها ازاي؟ مش هتاخدي النتيجه دي من الكبه، عشان كده قلتلك استعملي الهون في خلطة القرنبيط. خلاص كده هنزل بالخليط بتاعي كله كده، جبت بولة، وهبتدي انزل بايه بالكزبرة مع الكزبرة الخضراء طبعا، والثوم والتوابل بتاعتي اللي انا حطيتها. نزلت كده بالخلطة بتاعتي في البولة زي الفل. عندي هنا بضاية واحدة، مش هنحط بقى بيض كتير، لا هنعمله بضاية واحدة، ولا 5 ولا 6 بيضات اهو. بضاية واحدة، وصفة اقتصادية جدا. خلاص كده قلبنا البضاية مع الخلطة اللي هي العسل دي، كانت الريحة تحفة. هنبتدي ننزل بالدقيق، هننزل ب3 معالق كبار من الدقيق، وهننزل كمان بمعلقة كبيرة من النشا. تمام، معلقة النشا دي هي اللي بتدي قرمشة للقرنبيط بتاعي. هبتدي انزل كده بكوباية من المية، بس هزود حبة حبة كده لحد ما اوصل لايه
السمك المطلوب للخلطة بتاعتي. نقلب كويس كده. انا حسيت ان الخلطة قليلة جدا لان انا عندي القرنبيطة كبيرة، فهضيف دقيق تاني وهظبط الخلطة بتاعتي كويس جدا. تمام. خلاص كده ضفت كان حوالي برضو 3 معالق كبار من الدقيق، وهضيف شوية من المية تاني. انتي على حسب القرنبيطة بتاعتك، ممكن القرنبيطة بتاعتك تكون صغيرة. تمام. خلاص بقى الخلطة جاهزة والقرنبيط مسلوق والزيت على النار، وهنبتدي نقلي ايه القرنبيط بتاعي. هنبتدي ننزل كده بالقرنبيط بتاعي في الخلطة. اهم حاجة الزيت يبقى سخن. خلاص كده ايه، نغطي القرنبيط كله بالخلطة كويس جدا. اشوف بقى الزيت سخن ولا لا. خلاص كده تمام وزي الفل. نجرب كده. خلاص زي العسل، الزيت خلاص سخن، وهبتدي ان انا اقلي القرنبيط بتاعي. اهم حاجه ان انا اصفي الخلطه كويس من على القرنبيط، لان انا مش عايزه يعمل بقى اشكال فضائيه في الزيت. تمام. فابتدي دلوقتي ان انا اقلي ايه القرنبيط بتاعي. نزلت كده بالقرنبيط بتاعي في الزيت. هبتدي كده من فتره وفتره كده اقلب القرنبيط بتاعي لحد ما ياخد اللون الذهبي المطلوب. تمام. اهو. نبتدي نقلبه كده من الجنب ده شويه ومن الجنب ده شويه لحد ايه ما يبقى اللون كله زي بعضه. خلاص بقى هنا القرنبيط بتاعي اخد اللون الذهبي التحفه جدا. هبتدي اطلع القرنبيط بتاعي، بس اهم حاجه اصفيه كويس من الزيت. تمام. اطلعه كده في صينيه كبيره لان انا مش عايزه احط القرنبيط فوق بعضه. تمام. تمام. خلاص كده رفعنا القرنبيط وهنقلي الكميه كلها كده بنفس الطريقه. ايه رايكم بقى في القرنبيط اللي زي القمر ده؟ شايفين شكله ازاي؟ تحفه جدا، وكان طعمه خطير واخد اللون الذهبي اللي زي العسل. شايفين شكله؟ مش شارب اي نقطه زيت ومقرمش وتحفه جدا. شايفين شكله ازاي؟ مفيهوش اي زيت زياده، وطعمه كان خطير جدا. يا رب النهارده طريقتي للقرنبيط تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.